عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وبخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وصحة وسعادة دايما يا رب. احنا النهاردة مع بعض في قناة اوريجينال للاكسسوارات، ان شاء الله هنعرض مجموعة سلاسل النضارة. اتمنى ان افكاري النهاردة تعجبكم، بس لو عجبتكم الافكار بتاعتي ما تنسوش لايك من ايديكم الحلوة للافكار بتاعتنا، واللي لسه ما اشتركش معانا ما ينساش الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله مننا كل جديد. ودلوقتي في البداية هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ نعرض الافكار بتاعتنا. الفكرة الاولى بتاعتي هي عبارة عن سلسلة كده من الكريستال المط مقاس 6. انا شبكت كده الخرز مع بعض 4 خرزات من الكريستال المط اللون الاحمر، وبعد كده رحت واخده الكف ده كده المفرغ ده، الكف الصغير خالص اصغر مقاس، وحطيت جواه خرزة مقاس 4 بردك ودخلتها كده بمسمار، وبعد كده شبكتها في خرزتين كده زي ما انتوا شايفين بردك كريستال احمر مقاس 6. خدت قطعة سلسلة وبعد كده رحت واخدة مسمار حطيت فيه خرزتين كده احمر كريستال بردك، بعد كده شبكتها في السلسلة، ونفس اللي عملته الناحية دي عملته الناحية التانية كده. ودي السلسلة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهي، شكلها تحفة وبسيط وغير مكلفة. السلسلة بتاعتي النهاردة دي تكلفتها بالظبط ما تعديش 6 جنيه، بل بالعكس دي ممكن تقل عن كده. هنيجي بقى للفكرة اللي بعدها، وهي عبارة عن خرز الأونكس المط مقاس 6 كده. حطيت مسمار مفتوح و4 خرزات فيه، وبعد كده حطيت اللي هو القطعة المعدن دي مفتحتين، بعد كده شبكتها في مسمار بردك ب4 خرزات اونكس، وشبكت المسمار ده في مسمار تاني بردك بنفس عدد الخرز كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت زرد اللي هي الزردة الكبيرة دي مقاس 12 وشبكتها في السلسلة، ونفس اللي عملته الناحية دي عملته الناحية التانية كده. بقت السلسلة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين اهي، شكلها تحفة وبسيطة وزي ما قلتلكوا مش مكلفة خالص. نيجي بقى للفكرة اللي وراها، وهي عبارة عن شغلنا بخيط السنارة. عملنا شكل الوردة بتاعنا ده كده، عملنا 6 خرزات تفسير اللون الاسود، وبعد كده عملنا الوردة بتاعتنا باللون الاحمر وفي النص كده خرزة سودا، بعد كده 3 خرزات اسود، وبعد كده وردة. انا عملت من الورد 8 وردات كده زي ما انتوا شايفين اهي، وبعد كده رحت مقفلاها بالكفر بتاعي، ومن الناحيه دي بردك بالكفر اهو، بس من هنا حطيت 6 خرزات لكن هنا ما حطيتش خرز اسود في الاخر. وعملت نفس اللي عملته الناحيه دي نفس هو اللي عملته الناحيه دي. لو عايزين ان انا انفذ لكم السلسله ديت في فيديو ابعتولي وانا ان شاء الله انفذها لكم. شكلها زي ما انتوا شايفين شيك جدا وجميله وفي نفس الوقت مش مكلفه خالص. نيجي بقى للفكره اللي بعدها، وهي عباره عن خرز اللي هو ده الخرز الكريستال الفرع اللي بيبقى فيه الوانات كتير، يعني هو الفرع واخد الوانات كده اهو، بصوا دي الالوانات اللي بتبقى في الفرع. حطيت 3 خرزات كريستالات كده مقاس 8، وبعد كده قطعة المعدن ديت و2 خرز وشبكتهم بزرط في السلسلة، ونفس اللي عملته الناحية دي هو عملته هنا، بس بصوا عشان الفرع ده الوانات فالسلسلة واخدة الوانات كده شكلها حلو جدا، وشبكتها من هنا ومن هنا في جلدة النضارة بتاعتي. الفكرة دي بردك نفس الفكرة بتاعت السلسلة البينك اللي وريتها لكم في الاول، بس باللون اللي هو اللافندر او اللون الموف بتاعنا اهو. شكلها بردك حلو جدا، اللون موف زي ما احنا شايفينه بجد شيك قوي. الفكرة اللي بعديها من خرز التفسيرة، عملت كده عدد من الخرز اللي انتوا شايفينه كده في مسمار مفتوح، بعد كده شبكته في مسمار حطيت رابر فيه مقاس 8 وخرزة تفسيرة بيضة من هنا وخرزة من هنا كده وشبكتها، وبعد كده شبكتهم في الكف الصغير دخلت فيه خرزة كده تفسيرة، ومن الناحية دي بردك عملت نفس فكرة الرابر كده ونفس فكرة الخرز، يعني عملت نفس اللي فوق نفس اللي تحت بس عكسه كده تمام. وجيت بردك الناحية التانية عملت نفس الطريقة كده. الفكرة اللي بعديها عبارة عن الخرز بتاعنا الكريستال مقاس 4، شكله تحفة تحفة بجد في الشغل كده زي ما انتوا شايفين. حطيت 2 اسود وبعد كده 3 اورنج واحدة اسود، 3 اورنج 2 اسود واحدة اورنج، خليت الشغل ماشي بنفس الستايل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو.
والناحية التانية عملت نفس اللي عملته الناحية دي. بجد الكريستال مقاس 4 تحفة تحفة، ولما دخلت اللون الاسود مع الاورنج عامل شكل وهمي. شبكتهم كلهم مع بعض كده، يعني مرضيتش احط زرط بينهم. اولا اقلل تكلفة، وفي نفس الوقت هيدي شكل شيك قوي، لان انا لو كنت حطيت زرط بجد ما كانتش هتبقى بالجمال ده. الفكرة اللي بعديها حطينا قطعة سلسلة كده، وبعد كده جبت الكريستال اللي هو اللوزة الكبير بتاعنا، اللون الاخضر واللون الفوشيا كده، شبكتهم في مسمارين مفتوح كده بنفس الطريقة اهي، شبكتهم في بعض كده اهم. بعد كده رحت حطاهم شبكهم مباشر في اللعبة بتاعتي اللي هي القطعة المعدنية ام فتحتين. وبعد كده حطين خرزتين بردك لوزة، اللون الاحمر واللون الازرق، يعني انا عاملة السلسلة بتاعتي دي بالوان مختلفة كده زي ما انتوا شايفين، وشبكتهم بالزردة في السلسلة. وبعد كده عملت الناحية التانية نفس الفكرة، بس غيرت كده الالوان بتاعت الخرز اهو. حتى بصوا الالوان بتاعتي اهي كده زي ما انتوا شايفين، الوان مختلفة، شكلها فعلا تحفة وبسيطة جدا ومش مكلفة، ولا مكلفة شغل ولا مكلفة مجهود معانا. الفكرة اللي بعديها برضك عملتها بالكريستال اللوزة بتاعي، بس دي عملت قطعة سلسلة ورحت حاطة خرزة واحدة من الكريستال اللوزة اللون الاخضر، وبعد كده حطيت القلب ده في مسمار مفتوح، خرزة تاني كده، قطعة سلسلة، حطيت الزرط بتاعي الكبير مقاس 12 قطعة سلسلة، وبعد كده حطيت كريستالة لوزة كده تاني. بقى المنظر بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. وجيت الناحية التانية عملت نفس اللي عملته الناحية دي، بس برضك بألوان مختلفة من الخرز. الخرز الكريستال دوت جايباه من أولاد مزار، هو فرع بيبقى فيه ألوانات، يعني هو فرع ألوانات مش لون واحد. كريستال اللوزة ده عشان استخدامه بيبقى قليل معايا، فأنا لما جبت الفرع جبته ألوانات كده عشان خاطر استفاد ان انا اخد كل الالوانات بتاعته. برضك لو انتي ما بتستعمليش الكريستال اللوزة ده كتير في الشغل، ممكن تعملي نفس اللي انا عملته ده وتجيبي فرع واحد وتعملي منه شغل كتير كده. الفكرة اللي وراها من الكريستال العادي المقاس 6، حطيت برضك كده كذا خرزة في مسمار مفتوح مع بعض، شبكتهم مباشر الوانات كده، وبعد كده حطيت القلب دوت وحطيت فيه خرزة لون تاني، برضك حطيت تحت 3 خرزات وشبكتهم مع بعض في السلسلة عادي. عملت نفس اللي عملته الناحية دي عملته الناحية التانية. انا ليه بقول لكم اللي عملته الناحية دي عملته الناحية التانية؟ لان انا احيانا في سلاسل نضارة بغير فيها. يعني ايه بغير فيها؟ يعني انا اللي بعمله الناحية دي غير اللي بعمله الناحية التانية، زي الفكرة اللي هوريها لكم دي انا عملت قطعة سلسلة كده قد 3 سنتي، وبعد كده حطيت خرز الاونكس المط بتاعي كده، شبكتهم مع بعض في مسمار مفتوح، قطعة سلسلة خرزة اونكس، قطعة سلسلة خرزة اونكس، ده اونكس مقاس 6 على فكرة، يبقى هنا 3 خرزات اونكس مقاس 8، وبعد كده حطيت دول مقاس 6. جيت بقى الناحية التانية عملت كده خرزتين اونكس، وعملت هنا خرزتين وفوق هنا خرزة. بصوا الشكل الناحية دي غير الشكل الناحية التانية اهو، بقت ماشية السلسلة بتاعتي كده بالمنظر ده. انا احيانا ما بعملش الجنب ده زي الجنب ده كده، عشان كده انا عماله اقول لكم انا مثلا عملت الناحيه دي زي الناحيه التانية، لان انا احيانا بغير، ممكن بكون مكلفه شويه شغل في جنب، باجي الناحيه التانية اقلل التكلفه بحيث الجنب ده يشيل الجنب دوت، وابقى مطلعه سلسله بردك شكلها شيك وحلو. السلسله دي بردك حطيت قطعه سلسله كده مقاسها 2 سنتي، وحطيت خرزتين اللون الاحمر المط كده، قطعه سلسله خرزتين احمر، قطعه سلسله خرزتين احمر، وبعد كده نفس اللي عملته هنا عملته هنا كده، وخدت طول السلسلة بتاعي عادي، بسيطة جدا ومش مكلفة خالص وفكرتها شيك برضه. الفكرة اللي بعديها دي عبارة عن كريستال بردك، الفرع اللي هو بيبقى ألوانات بس مش اللي هو اللوزة، الكريستال اللي هو الألوانات اللي هو مقاس 8. حطيت قطع سلسلة وبعد كده خرزتين مع بعض، قطع سلسلة خرزتين بردك نفس الطريقة كده، حطيت 6 خرزات بنفس الطريقة، وعملت الناحية التانية بنفس الطريقة بتاعتنا اهي كده، وشبكناهم في جلدة النضارة بتاعتنا. الفكرة اللي وراها وهي عبارة عن سلسلة شبكتها في جلدة النضارة بالزرط، خدت طول السلسلة المقاس النضارة العادي بتاعي، وبعد كده حطة الكوينز، قطعة الكوينز بتاعتي ديت المقاس الصغير، علقتها في السلسلة بزردة كده مقاس 6، وبعد كده علقت خرزة مقاس بمسمار مفتوح مقاس 6 قطعة كوين، بعد كده خرزة
خرزة خرزة. حطيت 4 خرزات و2 كوين. بردك نفس الطريقة الناحية التانية حطيت 4 خرزات ألوانات بردك. انا الفكرة دي هتبقى عبارة عن كده كأنها سلسلة نازل منها الخرز كده من الجناب. طبعا لو عايزة تقللي المسافات وتزودي عدد الخرز او تزودي المعدن او قطعة اللعب اللي هي المعدنية اللي نازلة زي الكوين او اي حاجة ريش اي حاجة عندك اعمليها بردك هيبقى شكلها حلو. السلاسل بتاعتي كلها زي ما انتوا هتلاحظوها باللون السيلفر، مرضتش اشتغل بالجولد لان بردك انا يعني مش بحب الجولد زي ما انتوا عارفين كتير في شغلي. الفكرة اللي وراها من خرز التفسيرة الألوانات كده، عملت 4 خرزات تفسيرة في مسمار و4 في مسمار وشبكتهم مع بعض بزردة، وبعد كده شبكتهم في قطعة المعدن اللي هي مفتحتين كده بزردة، وعملت تحت نفس اللي عملته فوق بالمنظر ده. طب الناحية التانية بقى غير الناحية دي عملت قطعة سلسلة وبعد كده خرز تفسيرة ألوانات شبكتهم، دي اللي هي الدلايات بتاعت الحلقان كده، نزلت منها 4 ربرات مقاس 8، وفي النص كده نزلت خرزات تفسيرة في مسمار مفتوح كده اهو بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. وبقت قطعة الدلاية بتاعت السلسلة من فوق فيها خرز كده ومن تحت فيها خرز كده بالمنظر ده، ومن الجنبين هنا 2 ربر ومن الجنبين هنا 2 ربر كده، شكلها حلو جدا. ورحت تحت بردك حطيت مسمار شبكته في المسمار ده كده. بصوا الشغل بتاعي اهو هوريهولكوا الجنبين جنب بعض كده، الجنب ده غير الجنب ده كده، شكلها حلو جدا وشيك. لو انت حابة بردك تحطي الجنب التاني نفس الدلاية بتاعت الحلقة دي بردك شكلها هيبقى شيك. لو عايزة تنزلي بدل الربر دوت خرز تفسيرة تمام عادي شغال بردك هيبقى شكلها شيك. الفكرة بتاعتي زي ما انتوا شايفين شيك وبسيطة وغير مكلفة. اتمنى ان افكاري النهاردة تكون نالت اعجابكم، وما تنسوناش باللايك حلو كده زيكم. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.